السلام عليكم مشاهدين، مرحبا بكم في شيوة عائشة. كنتمنى كاملين تكونوا بالصحة وبالعافية وطول العمر للجميع يا ربي. آه اليوم هنا كما كتشوفوا غنشارك معكم هاد الخديمة اللي ما كتخلينيش نلوح الفيديوهات. بصراحة مقصرة في الحق ديالكم. آه هنا كما كتشوفوا هاد القفيطنات اللي كيجيو حلوين وجاو زوينين الام وبنتها. صافي هنا راه بقى ليا غير قفيتين صغير، مساليه قفطه الكبير، وقلت علاش لا نوض نشارك واحد الفيديو ما نغيبش بزاف ونشارك معكم الفطور كما هو. وراه الخدمه راها مضغوطه، راه نتوما عارفين هاد الشهر ك... هاد الشهر الكريم بنادم تيبغي التقليدي بزاف، تيحط حويجات عند الخياط اللي كيكون هاد الوقت مضغوط بزاف ديال الخياطه. صافي هنا كما كتشوفوا راه غنشارك معكم الصوبه اللي كتجي صحيه وكتجي زوينه وكتجي بنينه. ولكن يديروها بهذه الطريقه اللي غندير انا. صافي هنا كما كتشوفوا راني خديت الخضره اللي عندكم ديروها. صافي خديت القرعه كورجيت، القرعه الحمراء، وجوج انواع ديال القرعه الحمراء. خديت البصله، جوج ديال البصلات. الا كانت البصله اللي حمراء ديروه وحده. صافي وخديت المكور والخيزو، 3 حبات ديال الخيزو، حبه ديال المطيشه. صافي غنقي كلشي وغنضرب له واحد الغسله وغنقطعهم. وديك الساعه دابا هنا غناخذ البصيله، غندوز غنقردها رقيقه شويه، وغندير واحد المعلقه ديال الزبده اللي الزبده خاصه بالاكل، كتعطي مذاق اللي هو زوين. زدت معاه شويه ديال الزبده وغنقليها مزيان حتى طيح ديك البصله. ودابا هنا عاد غنزيد الخضره اللي قطعتها، درت ديك المطيشه وزدت حبه ديال البطاطا وشويه ديال السبانخ وواحد القضيه هنا. درت بعدا هنا واحد شويه ديال الكرافس والعدس. الا لقيتو العدس الاحمر من الاحسن، كيجي مع القرعه الحمراء مواتين وكيعطي واحد اللون اللي هو زوين. هاد العدس كيعطيها كما كنقولوا كيطلق ديك الكحوليه ديالو. صافي هنا ما عنديرش العطريه، عندير البزار والملحه وصافي، وغنروي الماء الكافي حتى يغطي ليا الخضره. صافي غنسد عليها ونردها على جنب. هنا كما كتشوفوا باش ندير العماره، باش غندير الملوي وباش غندير داك الحوت السردين. ان شاء الله الفيديو راه هاد السردين كيجي زوين، ان شاء الله راه غنخليه لكم في صندوق الوصف. صافي هنا خديت الخيزو، خديت القرعه، البصله خضراء، خديت فلفله حمراء وخضراء ورديتهم كيتشحروا على بوطه اللي تكون زايده شويه. تما زدت السبانخ مع البصله وغنشحرهم مزيان. صافي دابا غنحيدهم. غنجيب هنا الروز، غندير الزيت وراني غسلت الروز وعاودت باش ما كيحيد داك النشا ديالو. صافي بهذه الطريقه راه ما تخافوش من الروز يتعجل لكم. صافي هنا غندوز للعجينه. درت هنا 3 زلايف ديال الفورس، ودرت زلافه ونص ديال الفينو. درت شويه الخميره، الملحه، معلقه صغيره ديال السكر. صافي وكما كتشوفوا خلطت العجينه، حيدت الاخرى خليتها شويه شاده راسها، والعجينه الاخرى زدت شويه الماء. هنا راه دعاء راها خدامه متقابله ليا ديك العماره زادت الدجاج. صافي هنا الروز بعد ما شرب لينا الزويته مزيان، هنا الماء راه كيسخن، الماء طايب غنزيد عليه. ديروا هذه الطريقه وتفكروني على الروز عمره ما يتعجل لكم. صافي هنا درت الملحه وكما كتشوفوا درت الماء الكافي. خديت واحد الخيزوه، حبه ديال البطاطا، وزدت شويه ديال الجلبانه. نردو ويخليه يطيب حتى يشرب ديك المياه ديالو. صافي هنا راه العجين دلكتهم مزيان وخليتهم، كان عندكم الوقت خلطوها وديروها في ميكا. انا هنا ما كاينش الوقت، راني دلكتهم في خطره وغنبدا كنشكل فيهم مباشره. صافي هنا غندوز للعجينه اللي خليتها قاصحه شويه، هي هذيك اللي مليها، وراني زدتها واحد شويه الخميره ما تشداتش في اللقطه، خميره المعجونه. صافي وهاد العجينه نقطعها بحال شكل رغيفات.
صافي هنا غنغطيهم. وهي دعاء حدايا كدير شرموله ديال الحوت، مبغيتش نشاركها معكم. ان شاء الله راه غنخلي لكم فيديو في صندوق الوصف، راه زوين وخا يكون عندك الضياف راه ديال تحمير الوجه. صافي هنا غندوز نعطر هذيك العماره. درت زريعه القزبر، درت تحميره، الكمون والسودانيه ومعلقه ديال الهريسه. وهنا غندوز للزبده اللي خاصه بالاكل، كنخلطها مع الزيت وكيدوز ليا الملوي بسهوله، ما كيشدش الا كانت مارغرينا عاد ما تخلطيهاش مع الزيت، ما كتبغيش كتنشف وما كتندوش ديك العجينه. هنا راه جاتني العجينه كبيره على البوطاجي، طلقتها على 2 مرات، برملت الاخرى، عمرتها وبرملتها ووليت طلقت الاخرى ثاني ودرت في وسطها الاخرى. صافي الفيديو هنا راه موضح راسو، كنبقى هكا. صافي هنا غنشدها، واخا ما كاينش الوقت بزاف غنخشيها في الثلاجه تشد راسها واحد شويه. هنا خديت قد الفينو قد الدقيق، خلطتهم هما اللي غنرشهم على الملوي. صافي غنطلق هذيك الرغيفه كما كتشوفوا، غنطوي ديك الجهه وغندير العماره تما. هنا راني زربت الفيديو باش ما يجيش طويل. صافي كنولي نتني، صافي كنطلقها وكنطويها عادي. راه حتى الفيديو ديال الملوي الا دخلتوا عندي القناه راه حاطاه بجميع التفاصيل ديالو. هاد الملوي كيجي خفيف وكيجي زوين وكيجي معامر، انتي راه كديريه عامر وهو كيجي مهوي بحال اللي ما فيهش العماره. صافي هنا كما كتشوفوا عاودت معكم واحده اخرى ملي كنديرها عا كنجبدها، ما تزيدوش تضغطوا عليها بزاف حتى تحرقوا هذيك الورقه اللي درنا ديال الرغيفه. صافي كنخشيو لها الجنيبات مزيان حتى كيتلاقاو الصبعان ديالنا وكنردوها على جنب. هنا راني عمرت على 3 وصافي. وهذيك اللي درت غنخشيها في الفران، وهادو راني درتهم عاديين. صافي كنشدو. راني بصراحه زربت عليكم في هذه اللقطه. الوقت ما كاينش، انا اصلا راه تنخدم مزروبه، راه ماشي زربت الفيديو، راني زربت الفيديو شويه ولكني اصلا راه كنخدم انا مزروبه. هانتوما كما كتشوفوا كنرد على راسو، كنبقى نهزها ونردها ونهزها ونردها حتى كنسالي كنحط الاخر. صافي وكنبقى كنقلب، كتجي النتيجه بحال الشكل ديال الطاويه الاولى. كيجي هاد الملوي غزال وما تقصحوش العجينه الا بغيتو ديروا هاد الملوي. صافي هنا راني جبت هذاك الملوي المعمر في الثلاجه، وصافي خديت الخيط وبديت كنقطع. هنا راني درت الطاوه اللي غنخشي في الفران واللي شاط، راني درتو في الفراح، خبزتهم في الفراح باش نفك بالزربه. وتا في الفراح جاو زوينين. هاد الطريقه ديروها وتقطعوها بالخيط العاود لا ديروا بزاف، ديروا وحده وتقطعوها وتخبزوها في الفراح كتجي زوينه. كما كتشوفوا كتلاحظوا راه كيجي خفيف وكيجي مرق هاد الملوي. بغيت نوريكم الساعه كتحرقني ولكني راه جا زوين صراحه الله. صافي هنا كما كتشوفوا السردين راني مشرمله الشرموله العاديه اللي كيشرملها اي واحد. ديك العماره زدت معاها شويه الزيتون وشويه الشعريه الصينيه. صافي كنبقى ندير بهذه الطريقه. ودخلوا الفيديو راه زوين، جميع التفاصيل ديالو بشلاطو بكل شيء راه جا رائع. صافي هنا بعد ما طابت لينا الصوبه ديالنا راني دزت طحنتها، كتجي خاطره وزوينه. صافي هنا راه الملوي طاب دابا. صافي هنا راه تنات المغرب، الملوي راه طاب. الملوي كما كتشوفوا ديال الفراح راه كيجي واعر وكيجي زوين، كيلخاوي كينعمر. صافي طحنت تما كاينه هذا العصير اللي درتو بالحليب والفريز ورايبي كيجي زوين. شلاضه ديال الروز اللي درتها بدوك الزليفات ودرت عليها شويه البيض من الفوق. صافي هنا وهذاك الحوت اللي صافي بعد ما طاب درت شويه الخس، شويه مطيشه سوغيز، حطيت مطيشه شويه خسيتها بداك الكيغدون وصافي. وهذا هو فطورنا. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. سمحوا لي وقبلوا عليا وخليتكم على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.